هل اصلا في علاقه بين ذكاء الطفل وحركته؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو النهارده. كتير من الناس بتبص لتطور الطفل ده على ان تطور حركي لوحده وتطور ادراكي لوحده. التطور الحركي ان هو بيزحف، يبدا يمشي، يبدا يجري، وان الادراك بتاعه ان هو ينتبه وبعد كده يتحسن ادراكه او الذاكره او الذكاء، على ان ده حاجه وده حاجه، ده لاين وده لاين. والحقيقه ان هما مفيش لاين، مفيش تو لاينز لوحدهم، او مفيش كل حاجه لوحدها، لا ده في تداخل ما بينهم. مثال على كده الطفل اول ما بيبدا يتحرك. لما الطفل يبدا يتحرك، يعني لو خدنا كمان من اول شهرين، انا نيمت الطفل ده على بطنه، بدا يعرف يرفع راسه زي ما قلنا قبل كده. هيبدا هو رافع راسه هيحاول يمد ايده يمسك حاجه. دي حاجه اسمها بيعمل ايه؟ بيعمل استكشاف للمكان اللي حواليه. بيحاول يجيب الحاجه، يشوف ملمسها، يشوف احساسه بيها، دي بتعمل ايه، يبدا يفكر فيها، في وزنها، في الملمس، في الوزن. يبقى الطفل اول ما بيبدا يتحرك بيبدا يستكشف، اول ما بيبدا يستكشف بيبدا يفكر. كمان مثال، لو هو بيمشي، الطفل ده لما بيجي يمشي بيبدأ مساحة الاستكشاف زادت، وبالتالي هو بيتعرض لمواقف أكتر، فبيتعلم إن هو يحل مشكلات أكبر. حتى احنا هنلاحظ في البيت مثلا إن هو بعد ما بيمشي لو عايز يشيل حاجة من مكانها أو يحط حاجة، بيبدأ يقف لحظة يفكر، يشوف أنا ممكن أعمل الحاجة دي إزاي. ممكن نلاقوه مثلا عايز يطلع يجيب حاجة، الحاجة دي عالية عليه، يبدأ يجيب كرسي أو أي حاجة حتى لو مثلا حاجة صغيرة يبدأ يحطها يحاول يطلع عليها. ده هو هنا بيتدرب على حل المشكلات، بيفكر. اللعب بالمكعبات، اللعب بالمكعبات مش مجرد لعب، اللعب هنا بيحصل فيه تناغم ما بين العين والايد، ان هو يبدا يمسك الحاجه، بيحس طبعا بيها الاحساس بالوزن والملمس، وبعد كده يبدا يمسكها ويحطها على قطعه تانية. الحركه دي بتعوز تناغم ما بين البصر والايد وحركه الايد، ودي حاجه بتطور من وظائف المخ، او المخ بيتاثر فيها، وهما الاثنين بيسمعوا في بعض، او هما الاثنين بيأثروا على بعض. يعني مثلا انا لو عايزه انمي ذكاء ابني، بنجيب الالعاب دي وبنقول ان هي الالعاب دي بتنمي او بتساعد. ليه بتساعد؟ انها بتعمل انتجريشن او تناغم ما بين النظر وما بين حركه الايد. في اطفال لما بيبقى عندهم مشاكل او اصابات، الحركه دي ما بيعرفش يعملوها. هو ما بيمسك الحاجه ويجي يحطها بتلاقي ايده راحت لا اما يمين لا اما شمال، هو مش عارف يحطها كويس. فدي اصلا من ضمن الطرق اللي بنستخدمها في علاج الاطفال. ذلك لعب الكوره، هو لعب الكوره ده هو عمل ايه؟ عمل حركه وزود من انتباه الطفل ده، عشان انا هرمي له كوره فهو لازم يكون منتبه، وكمان زود من رد فعله. ده كله عمل تطور في الادراك او في ذكاء الطفل. طيب انا دلوقتي هروح اجيب لابني العاب كثيره بتنمي مهاراته، وهحطه في مكان فيه العاب ملاهي ولا بتاع، وهقول له حبيبي العب، وهستنى بقى اشوف ذكائه هيبقى احسن ولا لا. هل دي طريقه؟ لا، الطريقه دي مش صح، مش هتجيب معانا نتيجه. طب ليه؟ لان احد النظريات للعالم فيغوتسكي بيقول ان السوشيال انتر اكشن بيأثر في تطور الطفل. يعني ايه السوشيال انتر اكشن؟ تفاعل الطفل مع اللي حواليه، واللي هنا بيكونوا الاب والام في الاول. طيب ازاي؟ لما عملوا دراسه على طفلين، الطفلين دول كانوا من نفس العمر، كانوا تقريبا توأم، وكانوا ولد وبنت، وجابوا الولد كان اهله بيهتموا بيه جدا، فبيشجعوه على الحركات، وبيجيبوا له العاب ويعلموه ازاي يعمل الحركه ديت، وازاي يركب اللعبه ديت، ازاي يطلع السلم وينط ويعمل الحركات دي. والبنت قالوا احنا هنسيبها تبع التطور النمو الطبيعي بتاعها عادي، ونشوف ايه الفرق بين الاثنين. لاحظوا ايه؟ لاحظوا ان الطفل لما كان بدأ يمشي وبيلعب، الطفله دي كانت لسه بتزحف في تأخر. ومن هنا قالوا ان السوشيال انتر اكشن مهم جدا. فانا كأب او ام اعمل ايه علشان اساعد ابني يبقى تطوره احسن؟ زي ما قلت، انا دلوقتي هجيب له الالعاب. اوكي، جبنا مكعبات، اقول له بقى تعالى ونشوف المكعبات دي بتتحط على بعض بالطريقه دي. تمام. كل مره هقعد انا احط له المكعبات؟ لا، انا عرفته في اول مره. تمام. وبعد كده هو هيبدا يعملها وهيحتاج مني مساعده، فهقدم برضو المساعده. هو هيحط مش هتبقى مظبوطه، هعلمه تتحط ازاي مظبوطه، وهكذا. ماشي. المره الثالثه خلاص، انا هنا بعمل ايه؟ بعمل مساعده للطفل او دعم ليه، وفي نفس الوقت انا بسحب الدعم ده تدريجي. ما ينفعش اعمل دعم كامل، انا لو عملت دعم كامل الطفل مش هيعمل اي حاجه، وبالتالي مش هيتطور في اي حاجه. لكن اما انا بعملها له مره ومره، وبعد كده بسيبه هو يعملها، وبعد كده بعدل له عليها، بعد كده بسحب نفسي تدريجي، بلاقيه خلاص عمل الحاجه. طبعا احنا في مكان فيه العاب وفيه لعبه قد تكون الطفل مش هيعرف يعملها، هل اقول له لا مش هتعرف تعملها فخليك قاعد جنبي، ولا احاول ان انا اعلمه هي اصلا بتتعمل ازاي؟ مره في مره تطور الطفل ده هيزيد، وكل مره هيحاول يفكر ويشوف ماما علمتها لي ازاي في المره الاولانيه، فانا بحاول اعملها تاني. وطبعا بالسبورت، بالدعم، انا معاه واقفه معاه وبحاول اخليه يتعلم سواء التسلق او الحاجات دي. بعد كده هو هيعملها لوحده، وده هيكون نمى ذكائه بسرعه اكتر من الطفل اللي خلاناه قاعد جنبنا. ولذلك الاهالي ما يبسطوش بالطفل اللي قاعد طول النهار ما بيعملش حاجه، او انا ما صدقت سبته قاعد قدام الموبايل او التلفزيون وعشان مش بيغلبني فخلاص خليه قاعد كده. لا،
القعده ديت غلط جدا. بلس ان يعني فكره ان التلفزيون او الشاشات او كده بتاثر على ذكائه، كمان قله الحركه ان هو قاعد دي بتاثر على ذكائه برضه، بتخلي مفيش تطور خالص في الذكاء. يبقى ملخص الموضوع ان التطور الحركي مربوط بتطور الذكاء بتاع الطفل. يعني انا لو عايزه انمي ذكاء ابني ازود حركته، لو عايزه ازود حركته هزود ذكائه، يبقى هما الاثنين دايره مغلقه. بس كده، شكرا لكم.